انت متخيل ان اللقطه اللي تمت بين الامير تميم امير قطر وبين ميسي لما لبسوا البشت كانت حركه كده وجت بالصدفه؟ يبقى انت غلطان، لاننا كلنا لاحظين وشايفين وعارفين ان قطر من اول البطوله قاعده تصدر للعالم ثقافتنا وهويتنا ومعتقداتنا، وده شفناه من خلال الافتتاح اللي تم في اكبر خيمه في العالم ودي تراثنا، ومن خلال الشيوخ اللي دعت الجماهير للاسلام ودي رسالتنا، ومن خلال التنظيم العالمي الجبار اللي ما تمش ولا هيتم ابدا بعد كده ودي قدراتنا. قطر عارفه ان العالم كله بيتفرج على ماتش زي ده، واي حاجه هتحصل فيه هتفضل محفوره في الاذهان وهتفضل محفوره في كتب التاريخ. الناس ممكن تنسى قطر وممكن تنسى الماتش وممكن تنسى البطوله كلها، لكن مش هينسوا ابدا ميسي وهو شايل كاس العالم. عشان كده لبسوه البشت وبقت صوره مكتوبه في كتاب التاريخ. وعشان تكون في الصوره وعشان نكون منصفين، ان لو فرنسا اللي كانت فازت كان امبابي هو اللي هيلبس البشت، برضه نفس الاحساس ونفس الموقف ونفس كل شيء، لان هتبقى البطوله اللي خدها امبابي او خدتها فرنسا من الارجنتين بعد عناء طويل وبعد ميسي. يعني في كل الحالات العالم كله قاعد يتفرج. اوروبا حاولت تصدر لنا اسوأ ما عندها من خلال اللعيبه ومن خلال الوزراء ومن خلال الجماهير، لكن احنا صدرنا لهم احسن ما عندنا. صور مارادونا في قلب الارجنتين لابس الغطره والعقال ماليه الدنيا، ومبيعات خياليه النهارده للبشت للجماهير في قطر، سواء الجماهير الارجنتينيه اللي لسه ما روحتش ولا سواء الجماهير العربيه اللي بتحب ميسي. من الاخر كده احنا ثبتنا العالم، من الاخر كده شكرا قطر.